هنتكلم كمان عن احتياجات اوسوريو اللي محتاجها في الموسم الجديد علشان يبتدي ان انت يكون عندك فريق مرعب. يعني الخطه بتاعت اوسوريو دي جيب لها امام عاشور وطارق حامد ومصطفى فتحي وبن شرقي، ماشي، ومهاجم قوي وكمان مدافع قوي زي اسامه جلال مثلا او عوده الونش، او تجيب مدافع قوي ورا مدافع يكون بيلعب كرة كويس. هتشوف البرازيل هيكون الزمالك عندك فرقة مخيفة زي مانشستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا امبارح الزمالك فاز على المقاولون العرب 6-0، نتيجة كبيرة طبعا في كاس مصر. الزمالك قدر ان هو يصعد لنصف النهائي لمقابلة بيراميدز ان شاء الله، والزمالك يوصل النهائي باذن الله ويحصل على الكاس عشان الزمالك على الاقل يعوض خسائر الموسم الحالي. طبعا كل الزملكاويه في اللي اختلف وفي اللي قال مثلا ان اداء الزمالك بيتطور، في ناس قالت لك ده المقاولين هو اللي واقع، ولكن الزمالك بيتطور بالفعل مع اوسيريو. الزمالك بيتطور والزمالك قادم ان شاء الله في الموسم القادم باذن الله بقوه مع اوسيريو، ولكن ده اللي هنقوله في فيديو النهارده. طبعا كلنا شفنا خطه اوسوريو مع الزمالك اللي هي بتبتدي ان الزمالك بيهاجم بعدد كبير من اللعيبه وبيعتمد على طبعا لعيبه زي احمد فتوح، زي زيزو، زي كمان سيف الجزيري والجناحات، وبيحتاج مهاجم قوي يخلص. خطه اوسوريو محتاجه مهاجم قوي يخلص. وهنتكلم كمان عن احتياجات اوسوريو اللي محتاجها في الموسم الجديد علشان يبتدي ان انت يكون عندك فريق مرعب. يعني الخطه بتاعت اوسوريو دي جيب لها امام عاشور وطارق حامد ومصطفى فتحي وبن شرقي، ماشي، ومهاجم قوي وكمان مدافع قوي زي اسامه جلال مثلا او عوده الونش، او تجيب مدافع قوي ورا مدافع يكون بيلعب كرة كويس. هتشوف البرازيل هيكون الزمالك عندك فرقة مخيفة زي مانشستر سيتي كده. الزمالك امبارح مستحوذ استحواذ كامل على المباراة من الشوط الأول لحد الدقيقة 60 65 الزمالك جاب 6-0، والهدف اللي دخل فينا كمان خطأ دفاعي من أحمد فتوح. طبعا تألق فتوح وعودة فتوح بتعمل إضافة قوية جدا لخطة أسيريو، وده اللي فارق مع الزمالك خلال الفترة اللي فاتت. إن شاء الله الزمالك يكون يعني يقدم أداء أفضل وأفضل خلال الفترة الجاية، ولكن خطة أسيريو ديت مش هيقدر يلعب بيها قصاد الأهلي. ليه؟ لأن الأهلي عنده يعني دفاع وعنده نص ملعب قوي وعنده خط هجوم قوي، فالزمالك او ما اعتقدش ان اوسيريو هيلعب بالخطه دي قدام الاهلي، لان لو اوسيريو لاعب الاهلي جيم مفتوح فالزمالك ممكن يستقبل اهداف كتيره، خصوصا ان انت ما عندكش مدافع قوي. الزمالك بيلعب بحمزه المسلوسي اللي هو اصلا باك يمين، بيلعبه مدافع تاني عشان هو بيقدر يطلع بالكوره بشكل كويس، وبيلعب محمد عبد الغني لان حسام عبد المجيد في المنتخب، والزمالك ما عندوش بديل قوي للونش. فان شاء الله مع عوده محمود علاء في الموسم الجديد مع التعاقد مع مدافع قوي جدا يكون بيلعب برجله كويس من ورا، فالزمالك باذن الله مع اوسوريو عوده الاستقرار، ما يكونش في مشاكل، ما يكونش في مهاترات خارج الملعب، والفريق يركز في الملعب بس. هتشوف الزمالك بيلعب كوره خياليه. الزمالك امبارح بيفتتح مدرسه الفن والهندسه من جديد. الزمالك امبارح مفرح جمهوره. المقاولين مش ضعيف، ولكن الزمالك لعب كوره ووصل اكتر من مره، وده من باين من مباراه المحله وباين من مباراه قبل كده. لو الزمالك عنده مهاجم قوي كان يقدر يخلص مباراه المحله بنتيجه كبيره. امبارح الزمالك قدر ان هو يخلص المباراه من الدقيقه 65، الزمالك متقدم 6-0. طبعا شيكابالا كل ما يكبر يحلو كالعاده، كل ما يكبر يبهرك هو نفسه شيكابالا باهدافه العالميه اللي بيسجلها. سيبك من كل الناس اللي بتتريق على شيكابالا، ولكن شيكابالا يبقى اسطوره من اساطير نادي الزمالك، وهو لاعب كبير، لاعب كبير واسطوره لكل جمهور الزمالك. عشان كده ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه اوسيريو محتاج صفقات قويه، مش صفقات كماله عدد ولا صفقات كسر. الزمالك محتاج صفقات قويه جدا، محتاج زي ما قلت مدافع او اتنين، يكون مدافع هو طلب اصلا مدافع بيلعب برجله الشمال علشان يبتدي يبني من ورا، ومحتاج رقم 6 ديفندر في نص الملعب زي طارق حامد كده، حاجه وحش يقدر يقطع كل الكرات من نص الملعب عشان يديها للعيبه. دي حاجه كويسه، خطه كويسه جدا وخطه هجوميه، والزمالك بيتميز فيها. الزمالك بيهاجم باكتر من 6 لعيبه، وده حاجه كويسه جدا. الزمالك بيوصل للمرمى بفرص كتير، كمان يعني مصطفى شلبي مش غايب، فانت ما حسيتش ان مصطفى شلبي مش غايب. والزمالك محتاج كمان جناح مع زيزو ومصطفى شلبي وابراهيم نضاي وشيكابالا عشان الموسم اللي جاي هيكون عندك كونفدراليه، فانت محتاج ان انت تنافس بقوه على كل البطولات، ومحتاج كمان ان انت تنافس على الدوري من اول الدوري، ما تسيبش اي نقاط تضيع.
وما تسيبش بيراميدز يخش مع الاهلي وفيوتشر يخش وزد يخش وانت تبعد. لازم الزمالك بينافس بقوه، عشان كده لازم الزمالك يعمل صفقاته بشكل قوي كمان يستعد للبطوله العربيه. ولكن انا مستغرب حتى الان الزمالك ما عملش اي صفقات، خصوصا ان البطوله العربيه هتنطلق في نهايه الشهر الحالي. نتمنى كل التوفيق. احنا بندعم الزمالك وبنحب الزمالك، ولما بننتقد اداره الزمالك بننتقد الاشياء السلبيه. لو عملوا حاجه كويسه، يعني مثلا بكره الصبح لو اتعاقد مع امام عاشور رجع مصطفى فتحي، محدش يطلع ينتقده، الناس كلها هتطلع تقول ده قرار صح من الاداره. ولكن التطفيش اللي بيحصل لنجوم الزمالك ده حاجه صعبه، فانت هتطفش نجومك فيروحوا للفريق المنافس، فالفريق المنافس هيكون قوي جدا، ولما راحوش الفريق المنافس هيروحوا بيراميدز اللي بيدفع فلوس كتير. فانت برضه هتيجي تلاقي منافس قوي زي بيراميدز، يعني بيراميدز واخد منها المركز الثاني السنه دي لان هو منافس قوي، عنده لعيبه في نص الملعب وحوش خطه، نادي بيصرف نادي بيدفع. فانت صعب ان انت هتنافسه خلال السنوات اللي جايه لو انت ما قدرتش تحافظ على اولادك زي سيف جعفر ويوسف سامي نبيل. حتى لو انا مش عاوزهم او انا هدافعهم، من السنه اللي فاتت لما جددت لحسام عبد المجيد وجددت لنيمار كان المفروض ان انا اجدد للعيبه بتاعتي 5 سنين وموجودين في النادي، كنت على الاقل لو انا مش محتاجهم ابيعهم لبيراميدز بمبلغ محترم او ادخلهم في صفقات تبادليه. يعني مثلا اللعيبه دي لو بيراميدز محتاجهم قوي ابيعهم ب 50 60 مليون، سيف جعفر ويوسف سامي نبيل. انما اتنين لعيبه ناشئين طالعين من عندي يمشوا ببلاش في نهايه الموسم، يعني ده حاجه صعبه. فين اداره الزمالك؟ يعني على الاقل كنت جدد لهم بعد نهايه الدوري السنه اللي فاتت، وكان هيجددوا باقل مبلغ قبل ما بيراميدز يخش في الصفقه ويعلي. ولو كان بيراميدز عاوزهم كنا ممكن نبيعهم السنه دي ونستفاد بفلوس. نتمنى من الاداره ان هي تعمل عشان مصلحه الزمالك خلال الفتره اللي جايه. موضوع امام عاشور والكلام واللغط اللي حاصل طبعا بعد الهجوم الشديد اللي حصل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على امام عاشور، كلام كتير ان اللاعب خلاص في طريقه للاهلي، وان يحيى علي موجه اللاعب للاهلي يا بيراميدز، لان اللاعب خلاص مش هيرجع مثل نادي الدنمارك ميتلاند ومش مستريح وعاوز يرجع مصر. وطبعا هو طلع اصلا من الزمالك لان عقده كان 3 مليون، للاسف عقد امام عاشور كان صغير فاضطر ان هو يطلع لنادي ميتلاند. بعد كده لما يرجع هيرجع بمبلغ خيالي طبعا، لان بيراميدز هيدفع، الاهلي هيدفع. الاهلي حتى الان موقف الصفقه لان في بعض الجماهير معترضه على امام عاشور لان هو كان شتم وغنى اغنيه الشهيره لما فاز فريق الزمالك في ملعب الاهلي واحتفلوا هناك وتوقف امام عاشور 12 ماتش. فبعض جمهور الاهلي مؤيد، وبعض من جمهور الاهلي بيقول لك ايه المشكله لما بنجيبه لاعب هيكون يعني هو مستقبل خط وسط مصر خلال الفتره اللي جايه. بعض جمهور الزمالك بيقول لك اللي باعنا بيعه. طبعا انا دلوقتي لو عملت زي ما انتم بتقولوا كده معانا المنافس هياخد كل اللعيبه اللي في نص الملعب، يعني الاهلي دلوقتي بينافس بوب بيفوض خلص بوب تقريبا، وكمان بيفوض محمود حماده حتى لو هو مش عاوزه وهو بيعلي الصفقه عليه، وكمان امام عاشور. طب انا هلعب بمين؟ يعني انا عمرو السيسي للاسف مش هينفع مع الزمالك، دونجا ماتش حلو وماتش وحش، فانا محتاج لاعب 6 ولاعب 8 يكونوا على اعلى مستوى مع الزمالك في الموسم الجديد عشان ان انا اقدر انفذ خطه اسيريو يعني بحاجه بشكل قوي. وبعد كده هتشوف الزمالك فريق مرعب. انا بقول لك مع الراجل ده مدرب عالمي، مدرب سي في قوي، دخل مصر ما دخلش مصر قبل كده، ماشي؟ فانت محتاج توفر له كل الامكانيات وسيبه يشتغل. ما اقدرش احكم عليه دلوقتي. بعض الجماهير اللي بتحكم لا ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي، اصبر. حتى بقى حتى لو ظلمنا من الاهلي ما نقدرش نحكم على اوسوريو في الموسم الجديد لما يجيب صفقاته ويجيب اللعيبه اللي هو محتاجها في كل مكان. وبعد كده الراجل يبتدي يشتغل في نهايه الدور الاول باذن الله الزمالك يكون مصدر الدوري نبتدي نحكم على اوسوريو. انما احنا جايبين له فريق منهار، يعني اللاعب ده حاليا احنا بنجمع 11 لاعب عشان نعمل ماتش كويس، يعني احنا ما عندناش بديل. احنا بننزل بدلاء عمر جابر رؤى، بننزل ناشئين، احنا ما عندناش بدلاء على الدكه. احنا حاليا بنجمع ال 11 لاعب اللي هنلعب بيهم. يعني اللاعب زي فتوح فارق مع نادي الزمالك، عشان كده اداره الزمالك حتى الان لسه ما جددتش معاه، برضه نفس الغلطه. طب ما تجدد مع فتوح يا عم، شوف ايه مشكلته وحلها وجدد معاه وامن افضل باك شمال في مصر، امنه لمده 4 سنين قدام زي ما امنت زيزو. لازم تامن اللعيبه اللي هي تفرق تصنع الفارق. لازم ترجع محمود علاء، الخطه بتاعت اسوريو مثلا اوباما هينفع فيها، هيكون عندك خيالي فيها، فانت لازم ترجع لعيبتك اللي مشيت، ترجع محمود علاء، ترجع اوباما، تحاول ترجع مصطفى فتحي. ايه المشكله؟ مصطفى فتحي عامل الفرق مع بيراميدز السنه دي، ارجعه اللاعب زملكاوي وطالع من نادي الزمالك، احل المشكله وارجعه، اعمل له عقد محترم واجيبه وراح اتفاوض مع نادي التعاون وهو عليه 400,000 دولار ممكن اخلصه بيه، اللي استنى لما بيراميدز يبقى فريق قوي ينافسني في كل مكان اروحه. يعني بيراميدز ده فريق رغم الصفقات اللي هو بيعملها هينافسني، يعني هو دلوقتي هيلعبني في نص النهائي في كاس مصر وهو مطلعني السنه اللي فاتت واخد مني المركز الثاني السنه دي. يعني انا المفروض كنت حتى لو ما خدتش الدوري السنه دي كنت المفروض اكون المركز الثاني عشان العب في ابطال افريقيا. ولكن لازم اداره الزمالك تعمل على تدعيم الزمالك بشكل قوي، 4 5 صفقات سوبر، مش عاوز اكتر من كده، عاوز لعيبه سوبر مش عاوز لعيبه كسر، ماشي؟ مش عاوز السمسره، كفايه اللي عمله يحيى علي
وأحمد يحيى في الزمالك. لك أن تتخيل يا زملكاوي إن أحمد يحيى اللي بيدير صفقات الزمالك أهلاوي، وهو اللي مهرب كهربا. يعني أحمد يحيى ده هو وكيل كهربا اللي هرب وراح البرتغال ورجع الأهلي. إزاي إن إدارة الزمالك أصلا لسه بتتعاون معاه حتى الآن؟ يعني أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. كمان أحمد عاطف مهاجم فيوتشر كان يومين مع الكابتن سيف زاهر وطلع وقال ان الزمالك كان مكلمني وان انا كنت رايح الزمالك، ولكن قال لي حاجه غريبه جدا ان انا لازم اتعاقد مع وكيل لاعبين معين اللي هو احمد يحيى. زي ما قلنا اي لاعب كان بيجي الزمالك بيتقال له كلمتين: لازم تمضي مع احمد يحيى. نفس اللعيبه الاجانب اللي جابها يحيى علي، نفس الشركه اللي جابتها، نفس الكلام. يحيى علي بيدير الصفقات الاجانب واحمد يحيى بيدير الصفقات المصريه. عشان كده الزمالك ما كانش بيعرف يخلص صفقات. الزمالك الاول كان بيتعاون مع اكتر من اربع خمس ست وكلاء لعيبه لما يعوز اكتر من صفقه. زمان كان بيخلص بال 15 وال 20 صفقه في موسم واحد وفي لمح البصر. ليه؟ لان كان كل الناس شغاله لحسابك. انما دلوقتي انت مخلي وكيل واحد ماشي بيخلص لك كل الصفقات، ودي حاجه صعبه جدا. وكمان يحيى علي هو وكيل للصفقات الاجانب زي صفقه سامسون اللي الزمالك لبس فيها، صفقه ابراهيم نضيل اللي حتى الان رغم ان هو بدا يخش مع الزمالك ولكن ما اثبتش شكله مع الزمالك بشكل قوي. عشان كده لازم الزمالك يدعم بشكل قوي خلال الفتره الجايه، ولازم لعيبه الزمالك تهدى. حتى جمهور الزمالك لازم يهدى خلال الفتره اللي جايه. لو اتغلبنا من الاهلي ماشي احنا مستمرين في دعم اسوريو، لان اسوريو الخطه اللي هو بيعمل بيها دي بيعمل من الفسيخ شربات حرفيا. دلوقتي اللعيبه اللي كانت وحشه هتبتدي تظهر، اللعيبه اللي ما خدتش فرصه هتبتدي تظهر، فانت لازم تدعم لعيبتك حتى لو طلعنا من الاهلي ما نقدرش نحكم على اسوريو الا لما يجيب صفقات ويبتدي اعداد للموسم الجديد وبعد البطوله العربيه باذن الله يبتدي الزمالك يروح للمسار الصحيح. لازم كل الناس تتحد، احنا ما بنهاجمش حد، احنا عاوزين الاداره تعمل لصالح الزمالك. انما الاداره اللي كل يوم تطلع تطفش لعيبه وتشتم في تغلط في لعيبه واللاعب اللي عاوز يجي يمضي، ما فيش الكلام ده. يعني ما فيش حاجه اسمها اللي عاوز يجي يمضي. لازم انت تروح بنفسك وتخلص صفقاتك وتخلص احتياجات اللي اللاعب عاوزها عشان انت داخل على البطوله العربيه ممكن تعمل فيها حاجه. على الاقل اوصل نصف نهائي. انت ماشي، انت مش نادي صغير، انت نادي كبير، لازم توصل نص نهائي في البطوله العربيه تاخد لك مبلغ محترم ترجع بيه تحل مشكلتك ماشي. وفي كلام رئيس النادي ان مشكله الحجز على البنوك اتحلت وان الزمالك خلال الفتره اللي جايه هيبتدي يخش له فلوس زي فلوس كهرباء، سيف الجزيري، فلوس امام عاشور. فنتمنى ان شاء الله نشوف حاجه كويسه داخل نادي الزمالك خلال الفتره الجايه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير. ما تنساش اللايك والشير والمتابعه لو انت على فيسبوك، وما تنساش الاشتراك لو انت على يوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.